المونديال. السلام عليكم ورحمة ولدينا الله. ورشة كولينا أخرى رئيس لجنة التحكيم في الإجراءات الفيفا التحكيمية يثور الجديدة غضبا التي في تحدثنا الحكم عنها. المكسيكي ويعترف بظلم المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، وينتصر للمنتخب المغربي ويتخذ قرار هام. ولكن قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مباراة المغرب وفرنسا شهدت أخطاء تحكيمية كبيرة من الحكم المكسيكي راموس اللي أدار المباراة، وكان السبب الرئيسي في إقصاء المنتخب المغربي من المباراة النهائية في كأس العالم. كولينا رئيس لجنة التحكيم صرح وأدلى بتصريحات للإذاعة القطرية منذ قليل، وقال: للأسف الشديد ما زال هناك حكام في الفيفا تكيل بمكيالين، وده اللي شفناه من الحكم المكسيكي راموس اللي أدار مباراة المنتخب الفرنسي مع المنتخب المغربي. وأنا مندهش جدا لعدم احتسابه ركلتي جزاء للمنتخب المغربي. وهنا نشاهد في هذه اللقطة كيف امتدت قدم المدافع الفرنسي على اللاعب المغربي. هذه ركلة جزاء صحيحة 100%، وكان على الفار التدخل فورا في هذه اللقطة. أما اللقطة الثانية فهي جريمة في عالم كرة القدم وفي التحكيم، فهناك مثل هذه الحالات تم احتسابها في هذا المونديال ركلات جزاء واضحة، والفار هو من احتسبها. وهنا نشاهد في هذه اللقطة كيف تم مسك اللاعب المغربي من جانب المدافع الفرنسي، فهذه اللقطة كانت تستحق ركلة جزاء أيضا. وأعتقد أن الحكم لو كان احتسب هاتين الركلتين في الشوط الأول لكانت تغيرت النتيجة، وسوف أفتح تحقيق شامل مع هذا الحكم المكسيكي المرتشي وحكام غرفة الفار بسبب المؤامرة اللي فعلوها في هذه المباراة. أقصوا منتخب المغرب بالظلم، وسوف يتم استبعاد هذا الحكم وحكام الفار من المباراة النهائية ومن أي مباراة أخرى للفيفا لحين الانتهاء من هذا التحقيق. وفي النهاية، هل حضراتكم شايفين أن المنتخب المغربي تعرض للظلم وكان يستحق ركلتي جزاء أمام المنتخب الفرنسي؟ وما رأيك في الحكم المكسيكي؟ يا ريت تشاركونا برأيكم في خانة التعليقات. واحنا كمصريين وعرب بنقول للمنتخب المغربي أنتم رجال، ومنتظرين منكم يوم السبت القادم إن شاء الله الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي النهاية لو انت محب للمنتخب المغربي يا ريت ما تبخلش علينا بلايك، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.